زالت في المملكة العربية السعودية رح ناخد دورة حياة الحيوانات. أنظر وأتساءل، تمر هذه العذراء بتغيرات كبيرة في أثناء نموها، هل تتغير الحيوانات كلها بطريقة نفسها؟ لا، بعض الحيوانات تتغير تغيرا كبيرا ويختلف شكل صغارها عن الحيوانات مكتملة النمو، والبعض الآخر لا يختلف شكل صغارها عن شكل الحيوانات المكتملة النمو. هون عم يحكونا عن اليرقة. يتغير شكل اليرقة وينمو لها جنين فتستطيع الطيران. إذن اليرقة يتغير شكلها وينمو لها جنين فتستطيع الطيران. ما التغيرات التي تحدث على اليرقة أثناء نموها؟ جبنا هون مكبر وعاء بلاستيكي مشان نطلع على اليرقة. أنظر إلى اليرقة وأرسمها. طيب هلا بعد ما عملنا التجربة لازم نفسر البيانات. ما التغيرات البسيطة والكبيرة اللي تمر بها اليرقة؟ تنمو اليرقة ثم تتوقف عن الحركة ويصبح جلدها قشرة صلبة وتتحول داخل القشرة ببطء، ثم تخرج فراشة وتطير. إذا شو بتتحول اليرقة؟ إلى فراشة. إذا بتكون جاوب جواب مختصر إنه اليرقة بتتحول لفراشة وبتطير. ما مراحل دورة حياة الفراشة؟ تبدأ دورة حياة الفراشة بالبيضة. البيضة بتفقس، بعدين بتشكل عنا يرقة. اليرقة بتعمل عندها شرنقة، يعني بتلف حالها هيك مثل خيوط، وينمو لها جناحين ثم تخرج من الشرنقة وتصبح فراشة تطير. رح أقرأ لكم إياها بشكل علمي. تبدأ دورة حياة الفراشة بالبيضة ثم تفقس عن يرقة ثم تتحول داخل الشرنقة وينمو لها جنين ثم تخرج من الشرنقة وتصبح فراشة تطير. كيف يتغير أبو ذنابة في أثناء نموه؟ أحاول أن أضع خط الإجابة. ينمو أبو الذنابة وتنمو له رئتان للتنفس الهواء الجوي وأرجل أمامية وخلفية. أصف أبي ذنابة وألاحظ التغيرات التي تطرأ عليه حتى يصبح ضفدع كامل. يتنفس أبو الذنابة في بداية حياته بالخياشيم ويسبح في الماء ثم ينمو ويبدأ يتكون له أرجل ورئتان ثم يصبح ضفدع مكتمل النمو وينتقل للعيش على اليابسة. تعالوا نشوف هون دورة حياة البرمائيات وبعض الحشرات. بعض الحيوانات تغير شكلها في أثناء دورة حياتها من خلال عملية تسمى بالتحول. هاي ممكن نجيب لكم اكتبوا المصطلح العلمي. بعض الحيوانات يتغير شكلها في أثناء دورة حياتها من خلال عملية تحول. البرمائيات وبعض الحشرات تمر بمرحلة التحول وتبدأ دورة حياتها بالبيضة التي تحتوي على الغذاء الذي يحتاج إليه الحيوان الصغير. معظم البيوض محاطة بغلاف خارجي لحماية الحيوان. عندما ينمو الحيوان الصغير داخل البيضة لدرجة كافية يفقس الصغير من البيضة ويخرج. عندئذ يكون الحيوان لا يشبه أبويه. مع مرور الوقت ينمو ويكبر وعندها يشبه أبويه. معظم البرمائيات والحشرات لا تعتني بصغارها. هلا مثلا عندنا الضفدع بيكون شرغوف ما بيشبه أبوه أبدا اللي هو الضفدع، بس كبار بصير بيشبه أبوه. التتابع. سمي مراحل حياة حشرة الخنفساء. بيضة، يرقة، عذراء، خنفساء مكتملة النمو. إذا أول مرحلة هي البيضة، بعدين بتصير يرقة، بعدين عذراء، ثم خنفساء مكتملة النمو. قارن بين دورة حياة الخنفساء ودورة حياة الضفدع. الضفدع يبدأ حياته من البيضة والخنفساء أيضا من البيضة، وتضع الضفدع بيضة واحدة في الماء. يفقس بيض الضفدع ويخرج منه أبو ذنابة الذي يعيش في الماء ثم ينمو ويصبح ضفدع صغير ثم ضفدع مكتمل النمو، يعني ضفدع كامل يعيش على الأرض. بينما جميع أطوار حياة الخنفساء تعيش على الأرض. فيفقس البيض عن يرقة ثم تنمو اليرقة وتصبح عذراء ويكتمل نموها وينمو لها جانبان وتصبح حشرة مكتملة النمو. الضفدع نص حياة، يعني بيعيش حياة بالماء وحياة على اليابسة. أما الخنفسة كلها على اليابسة. اليرقة عندما تفقس بيضة الحشرات تخرج اليرقة وتتغذى على الحشرات الصغيرة لتنمو. العذراء تتحول اليرقة إلى مرحلة العذراء وتكون حولها قشرة صلبة وبعدها تنمو أجنحتها. الخنفساء المكتملة النمو لها أجنحة حمراء وتستطيع إناثها وضع البيوض. ومع مرور الوقت تنمو الزواحف الصغيرة والأسماك والطيور وتكبر عندها يمكن أن تتكاثر. معظم الزواحف والأسماك لا تعتني بصغارها بعد أن تفقس لأن الصغار يمكنها البحث عن غذائها بنفسها، يعني بصير تعتمد على حالها. أما الطيور تعتني بصغارها حتى تصبح قادرة على الطيران وتجد غذائها بنفسها. منلاحظ ماذا يحدث بعد أن تضع الأسماك البيوض. تفقس صغار الأسماك من البيض وتبحث عن الغذاء بنفسها وتنمو حتى يكتمل نموها. يعني السمكة بتبيض وتزت البيض بالمي بس ما بتسأل عن صغارها، خلص صغار هي لحالها بتدور على غذائها. تمام. نلاحظ ما أوجه التشابه بين دورة حياة الزواحف ودورة حياة البرمائيات. كلاهما يتكاثر بالبيوض حيث ينمو الحيوان الصغير داخل البيضة لدرجة كافية ويفقس الصغير البيضة
ويفقس الصغير من البيضة ويخرج معظم البرمائيات والزواحف والزواحف لا تعتني بصغارها. معظم البرمائيات والزواحف ما بتعتني بصغارها، يعني لحالها بتنمو الصغار. تمر البرمائيات مرحلة التحول إذ تبدأ دورة حياتها بالبيضة، وعندما ينمو الحيوان الصغير داخل البيضة لدرجة كافية يفقس الصغير من البيضة ويخرج عندئذ يكون حيوان لا يشبه أبويه. مع مرور الوقت ينمو ليصبح يشبه أبويه. أما الزواحف فلا تمر بمرحلة التحول، تشبه أباها عندما تفقس. بنلاحظ هون الأسماك الصغيرة، أول شيء عنا البيضة تنتقل بيض الأسماك عبر الماء. بعدين شو بيصير؟ الأسماك الصغيرة تفقس وتبدأ البحث عن الغذاء. بعدين الأسماك المكتملة النمو تستمر في النمو، طلعوا شو بتصير؟ سمكة كبيرة في خلال حياتها، وتضع الإناث آلاف البيوض كل سنة. هنا هاي دورة حياة الأسماك. يعني أول إشي هون عنا البيضة، بعدين بصير سمك صغير، بعدين سمك كبير. تعالوا نشوف دورة حياة الثدييات. تلد الثدييات صغارها، والصغار تشبه أباها منذ ولادتها، وتعتني الثدييات بصغارها وتطعمها. وعندما يكبر الصغار يتغير شكل الوجه ليصبح مشابها للكبار. مع مرور الوقت تتعلم لتعيش معتمدة على نفسها وتتكاثر لتنجب الصغار. ماذا يعمل الجمل الصغير أولا؟ يتكاثر أم يتعلم الاعتماد على نفسه؟ يتعلم الاعتماد على نفسه أولا. كيف يساعد نمو الحيوان على بقائه؟ عند نمو الحيوان فإنه يتعلم ليعيش معتمدا على نفسه ويتكاثر ليكون لديه صغار. دورة حياة الجمل. نلاحظ أول شيء حديث الولادة يشبه الجمل الصغير المولود حديثا أبويه، ويعتمد إلى حد بعيد على أبويه، يعني بصير عندنا جمل صغير. بعدين عندما يكون الجمل حديث الولادة يسمى حوار ويشبه أبويه ويعتمد على أبويه. هون سأقول لكم ما التغيرات التي تطرأ على الجمل أثناء نموه. بعدين بصير عندنا جمل مكتمل النمو يعتمد على نفسه ويصبح قادر على التكاثر. ما التغيرات تطرأ على الجمل؟ عندما يكون الجمل صغير حديث الولادة يسمى حوار ويشبه أبويه. ماذا يسمى حوار؟ انتبهوا. ويعتمد على أبويه في توفير الرعاية والغذاء. ثم ينمو الحوار ليصبح جملا صغيرا، يتعلم تدريجيا كيف يعتمد على نفسه لينمو ويصبح جملا مكتمل النمو يعتمد على نفسه ويصبح قادرا على التكاثر. عنا أسئلة مراجعة الدرس. لاحظوا كل نوع من الحيوانات له دور حياة خاصة به. تمر مرحلة تحول. معظم الزواحف والأسماك تفقس من البيض. الزواحف والأسماك لا تعتني بصغارها. يعتمد صغار الثدييات على آبائها حتى تتمكن من الحصول على غذائها. طيب، في عنا تعريف التحول هي مرحلة من مراحل نمو بعض الحيوانات يتغير فيها شكل الحيوان. اذكر بالترتيب 3 مراحل في دورة حياة السلحفاة. يفقس البيض، تزحف الصغار إلى البحر، تنمو السلاحف حتى يكتمل نموها، تضع البيض. التفكير الناقد. هل يمر الإنسان بمرحلة التحول؟ لا يمر الإنسان بمرحلة التحول، لأن عند ولادته يشبه أباه كثيرا. الذي يشبه السحلية هو السلحفاة. السحلية في دورة الحياة هو السلحفاة ولا الماعز ولا الذباب؟ الأرنبة عندما تولد فإنها تشبه أباها كثيرا ولا تستطيع أن تحصل على الغذاء بنفسها، تقوم الأم بإرضاعها. يعني الثدييات ترضع صغارها، أما كل شيء بيفقس من البيضة لحاله بيكمل حياته. إذا بتقوم أمها للأرنبة بإرضاعها وتستطيع أن تعتمد على نفسها ويتغير شكلها قليلا وتصبح شبيهة لآبائها، ثم تستطيع الأرنبة أن تتكاثر وتنجب صغار أرانب أخرى. كاتبين لكم هون تلد أنثى الفهد ما بين 3 ل 5 صغار. ما أقل عدد يمكن أن تلده؟ هي بنقول 3 ضرب 5 15 أو 5 ضرب 5 25. هون صححوا في غلط، 5 ضرب 5 25، يا أما 3 ضرب 5 أو 5 ضرب 5. اختار حيوان مفضل واكتب تغيراته. كتبنا عن الأرنبة. تمام طلاب إذا عجبتكم قناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى أتابع بالمنهاج السعودي. إذا ما دعمتوني صراحة يعني ما رح أكمل. إلى اللقاء بدروس تانية.